تعترف لعصبة الأمم المتحدة ما ضربت اليابان بالقنبلتين النوويتين في الحرب العالمية الثانية كأبسط مثال. أفضل من هؤلاء السوريين الثانيين اللي عايشين بوهم إنه الدولة والرئيس واللي هو راح يسيطر على السويداء وراح يسيطر على الساحل وراح يسيطر على شرق الفرات ويعيد سوريا كلها أموية عربية كما يعني يحلمون ويتخيلون بهذا المنطق. الدولة الأموية راح ترجع مرة ثانية. طيب ليش الدولة الأموية اللي حكمت 91 سنة فقط؟ ليش مو الدولة العباسية اللي حكمت 460 سنة؟ طيب مين هو أمية؟ ما هو إيه مين هو أمية؟ قصدي إنه هذا الشخص كان معنا بالسجن وهذا تعلم وهذا كويس وهذا معانا وهذا الجهادي وكذا فيخرج هذا الشخص فيستلم مناصب بالتنظيمات الجهادية اللي موجودة، وهي عملية مخابراتية معقدة جدا ما بدي أحكي عنها بشكل كبير لأنه أساسا فيها خطورة بالحديث عن هذه المواضيع. فأحمد الشرع أساسا شرع الولايات المتحدة الأمريكية واللي أعلن عنها أولا توم بارك قبل يومين أو ثلاثة، واللي هي بالأساس على موضوع محاربة الإرهاب. وهذا النقطة المحورية اللي بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية صار لها فترة تقريبا راح تقرب على العام الآن انه تحاول انه تخلي احمد الشرع، واعطته فرصة كبيرة جدا مع الوقت. طبعا الآن سيتم رفع العقوبات نوعا ما جزئيا عن سوريا أيضا لإتاحة الفرصة لحتى يتنفس هو، لأنه الوضع عنده صعب جدا ويكاد أنه الانهيار اللي راح يحصل في سوريا بالنسبة لحكومة أحمد الشرع. طبعا أنتم ما دريانين بالموضوع خالص، خصوصا أبناء سمية اللي موجودين في الخارج اللي ما حاسين أنه شو اللي عم بيصير في الداخل. حقيقة اللي بيحصل في الداخل هو كارثة كبيرة جدا. دولة فصائلية، دولة لا تشبه الدول في العالم نهائيا. موجود فقط شخص اسمه أحمد الشرع في القصر الجمهوري ومجموعة من المرتزقة اللي حواليه، هو طبيعته هو اللي بيحموا قصره وأحياء دمشق، والباقي كلياته تم تقسيمها على الفصائل اللي موجودة، يعني حما، حمص، حلب، كل هاي المحافظات إدلب تم توزيعها فصائليا على جيوش على أساس أنه هي تابعة للجيش السوري، لكن ما تابعة للجيش السوري سوى في لباسها. حقيقة قرارها السياسي وقرارها العسكري لا تأخذ من وزارة الدفاع السورية نهائيا وبعيدة، وهي عبارة عن دولة محاصصة. نعم، تم تقسيم سوريا على حصص لكل الكتائب اللي كانت موجودة في سوريا بشكل كامل. فبنشوف كل القرارات اللي بتطلع وكل التحركات العسكرية اللي بتصير وحالة الفلتان الأمني الموجودة في سوريا كلها لا يسيطر عليها أحمد الشرع. وما هي أوامر بأحمد الشرع؟ وهنا أنا ما بدافع عن أحمد الشرع، لكن أوصف الحالة الموجودة في سوريا، وهذا أمر هام للغاية. في أي مرض بالعالم 90% من المرض هو التشخيص. أنا عرفت المرض، العلاج يبقى هو بالباقي بال10%. وفي حالة أمراض الشعوب تقريبا هي حالة مشابهة تماما للحالة الفردية للشخص الواحد، لكن تؤخذ أمراض الشعوب على أساس جماعي، لا تؤخذ على أفراد الشعوب على شكل شخصي. فالناظر إلى الوضع السوري اللي موجود والتقسيمات اللي موجودة فيها، تم تقسيم سوريا تقريبا إلى مناطق نفوذ، وهي المناطق النفوذ وزعت على كل الكتائب المنفلتة اللي كانت موجودة سابقا على الأرض السورية ما بيناتها، فرفع كل قادتها إلى رتب مثل رتبة عميد وعقيد وهكذا، وتدرجوا فيها. يعني بتشوف الأحرار الشرقية مسيطرين على مين؟ مسيطرين على جزء من بادية حمص ومناطق دير الزور اللي واقع في غرب الفرات مثلا. وبتشوف أنت مثلا عاطوا العمشات مثلا مدينة حماة وما حولها، وحمص مسيطر عليها سيف أبو بكر والجماعات التكفيرية الجهادية أكثر ما يكون. حلب مقسمة أيضا إلى عدة محاور، واحد منها المسيطر عليها القوات الكردية في حي الأشرفية والشيخ مقصود وبعض أجزاء من السريان، والمناطق شاسعة أيضا اللي ممتدة على امتداد الحيين. وأيضا توجد الكتائب التركمانية ماخذين كل واحد 3-4 أحياء أو منطقة. فحالة من اللامركزية تقريبا تقدر تقول العسكرية اللي مسيطرة على سوريا بشكل كامل. هاي اللامركزية قرار كل الكتائب اللي موجودة، ما من وزارة الدفاع نفسه، لا من جهة أخرى، فلذلك تسمى باللامركزية العسكرية. وحقيقة سوريا تعيش حالة من اللامركزية العسكرية بشكل كبير جدا. طبعا هنا عندنا شرق الفرات، وعندنا كمان
منطقة الساحل، وفي عندنا الأخوة الدروز اللي تحدثنا عنهم كلياتها. فهي كلياتها لا مركزيات عسكرية اللي حاصلة على الخارطة السورية، سواء كانوا متفقين مع بعض نوعا ما أو في تواصل ما بيناتهم، أو في خلاف وفي حروب ما بين بعضهم البعض. حتى الكتائب المنفلتة الآن اللي موجودة في سوريا هي كلها في صراعات بشكل مستمر. بنشوف دائما صراع في بقعة جغرافية معينة. يعني امبارح شفنا في عزاز، اليوم عم بنشوف في عفرين، ممكن بكرة تشوفها في حمص، أولت امبارح في حماة، وهكذا. فالصراعات اللي موجودة هي صراعات نفوذ على المعابر اللي بتفصل تلك المزارع عن بعضها البعض واغلبيتها. طبعا الهيئه ماخذه اهم النقاط، هي النقاط اللي مثلا على تماس مع قوات سوريا الديمقراطيه، فماخذ المعابر التجاريه من هناك لانه لها عوائد اكبر. الباقي للاسف الشديد هي معابر الضمنيه ما بين المستعمرات، ما بينها وبين بعض، خليني اسميها باسم المستعمرات او الحضائر، خلينا نقول، او المزابل اللي كل وحده لها ديك يصيح عليها تلك المزبله اللي موجوده. فكل مزبله من المزابل هاي لا يمكن لديك المزبله الثانيه الاقتراب منها، حقيقه توصيف الامر. فلذلك بنشوف تلك المزابل دائما في صراعات مع الديوك اللي موجوده، واللي تصيح على تلك المزابل دائما بشكل عالي جدا، ليثبت للديك الثاني انه امتداد صوتي هو امتداد الجغرافيا تبعيتي. فانتم بتلاحظوا انه لما بيصير الديك ليش بيصيح وكذا وهاي، لانه الديك الثاني على مدى صياح وهاي في منطقه قريبه يكون موجود ويعرف مناطق الحدوديه للديك هذاك. فهيك صاير فينا في سوريا تماما، عباره عن مزابل وكل مزبله عليها ديك صياح. فالديك الصياح هو اللي بيتحكم بكل الدجاج اللي موجود في المزبله اللي موجود هو عليها. فهذا اللي حاصل في سوريا تماما. لكن المزبله الكبرى اللي هو دائما مين اللي مسيطر عليها؟ هي احمد الشرع نفسه، يعني المعابر الحدوديه، المعابر البحريه، المعابر القريبه من شرق الفرات، لانه هي فيها الحصه الاكبر بالنسبه للاموال. عباره عن سوريا صايره عن تجمع مزابل لا اكثر ولا اكثر ولا اقل، عفوا. هذا توصيف اللي انا اقدر اسميه صراحه بالوضع اللي نحن عايشينه حاليا. طبعا انا تحدثت امبارح وقلت امبارح بحاله التسلح اللي موجوده بشكل كبير جدا، وانه الكل عم يتسلح في سوريا، الاخوه الدروز عم يتسلحوا. اليوم شفنا بشكل واضح بدات القوات الروسيه التحرك في الساحل بشكل واضح ووضع نقاط. كل يوم عم بيزيد هذا الامر، وبنشوف احنا الطيران الروسي رايح جاي على قاعده حميميم وعلى ميناء طرطوس منذ شهور طويله جدا. ما شفنا الحركه هاي اللي موجوده. يبدو انه بوادر رسم خطوط الساحل بدات بعد زياره احمد طنبر إلى موسكو قبل فترة، لأنه فعلا هو طنبر ولا يفقه شيء في السياسة لا من بعيد ولا من قريب، وواحد غبي جابوه وسلموه مقاليد الحكم في سوريا لتنفيذ مشاريع اللي مطلوبة منه. يعني زيارته الآن، يعني انتم شفتوا خطابات حتى تبعيته، الخطابات تبع الشيباني لا يرتقي لمستوى انه واحد يكون عنده صف تاسع. حقيقة بقول لكم اياه، لا يرتقي ابدا انه الواحد يكون عنده صف تاسع. فكيف بيه يحكم دولة مثل سوريا وكبرها؟ فجابوه هم لمصالح آنية، ويجب عليه الآن تطبيق المشاريع اللي أتى فيها على سوريا بالأساس، وسبب تسليم الحكم في سوريا. برجع بأكد على جملة دائما بقولها وهي هامة للغاية: كل من يعتقد بأنه أحمد الشرع انه جاء بنفسه وهو اللي استلم الحكم في سوريا، مثل ما هدول الاغبياء السوريين دائما اللي مصدعين فيها من قرر يحرر ومن كذا كذا. احمد الشرع جاء بتخطيط دولي مهم جدا، وهو عميل استخباراتي كشخص، وانا بتحدث عميل استخباراتي بريطاني، وجاء ليرسم خريطه المنطقه كلها، وكل الحروب اللي شفتوها وكذا هي خارجه عن سيطرته وخارجه عن ارادته، وكانت مرسومه بالاساس. هجومه على كل المناطق اللي هجم عليها كانت مدروسه ومرسومه، وعرفانين انه هو لا يستطيع السيطره على اي مكان موجود في الخارطه السوريه، وكانوا يغضون النظر ويخلوه بيوقع بالفخوخ اللي وقع فيها. يعني هنا شوف، كثير من الناس بدها تمشي المسألة العاطفية وبتقول لي مو مات ناس مو مات ناس. هؤلاء لا يفهمون بالمسائل الإنسانية اللي أنت بتصيح فيها دائما، ولا القوانين الدولية ولا الأمور هاي كلياتها. هاي كلياتها لخداع الشعوب. يعني لو الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بعصبة الأمم المتحدة ما ضربت اليابان بالقنبلتين النوويتين في الحرب العالمية الثانية، كأبسط مثال بعطيكم إياه. وما عملت حروب في مناطق تانية بالعالم كلياتها. فلا يوجد قوانين تمس حقوق الإنسان، وهي عبارة عن قوانين هي فقط لخداع الشعوب. هاي مشان تعرفوها. ضربت الكرد، العراق ضرب الكرد في ال 88 بالكيماوي
ما شفنا منظمة عالمية طلعت وقالت 5000 إنسان مات في ضربة كيماوية واحدة، ولا تفعل فيها البند السابع، ولا تفعل فيها أي شيء. لكن لما صدام حسين دخل العراق مباشرة وضعوا العراق تحت البند السابع، لأنه بتهدد المصالح الأمريكية والغربية بالنفط والممرات البترولية اللي كانت تدخل من الشرق إلى الغرب وهكذا. فالمسألة هنا ليست مسائل إنسانية. على نعم الكويت، لما صدام حسين دخل الكويت، فهنا المسائل لا تقاس بالمسائل الإنسانية نهائيا. وكل من يدعي أن هناك إنسانية في العالم وأنه كذا، شوفوا اللي يحصل في السودان الآن، مسألة التطهير العرقي اللي جارية فيها على قدم وساق، ولا يتحدث فيها أي رئيس في العالم. طيب اليوم ترامب يهدد نيجيريا بأنه بده يجتاح نيجيريا وبده يدافع عن المسيحيين. هذا الكلام كله كذب. ترامب لا يذهب إلى نيجيريا ليدافع عن المسيحيين ولا وقف المجازر ضد المسيحيين. هو بده البترول النيجيري والخط الجزائري النيجيري ليوقف إمداد الخطوط الغاز اللي بدها تروح والطاقة اللي بدها تروح من نيجيريا إلى الجزائر ومنها إلى أوروبا. فالذريعة ماذا؟ أيضا التنظيم القاعدة الموجود في نيجيريا، عشان تعرفوا وتفهموا هذه الأمور. طيب ليش ما بيروح السودان؟ ليش ما بيروح السودان اللي فيها مجازر بكل الشعوب اللي موجودة في السودان ما حتحدث فيها؟ ليش بده يروح على نيجيريا وبده يغزو نيجيريا وعم بيعطي أوامر بتحرك الجيش الأمريكي إلى البحر الأحمر والمناطق هاي كلها؟ طب السودان أقرب من البحر الأحمر ومن المحيط الهادي منها إلى نيجيريا، يعني أقرب منها بكتير. ليش ما بيروح بيدافع عن حقوق الإنسان هناك مثلا؟ فهذه الأمور ابدا كلياتها كذب وضحك على الدقون وضحك على الشعوب، وما في شيء مسائل انسانيه ولا لها اي اساس من الصحه نهائيا. وما اتمنى انه تنخدعوا دائما بالاعلام الغربي والاعلام العالمي اللي بيصور الدول الغربيه كلها انها دول انسانيه وتهتم بحقوق الانسان. لا، في منظمات نعم تهتم بحقوق الانسان وكذا، ولكن هي منظمات مجتمع مدني، ما انها منظمات حكوميه بشكل كبير. وما تفعل الدول الغربيه نهائيا مساله حقوق الانسان الا حسب مصالحها. يعني ملفات السويداء، ملفات الساحل اللي موجودة، الملفات هاي كلها، ملفات عفرين غيرها كلها موجودة عند الدول الغربية، تستطيع تفعيلها باللحظة اللي تحتاجها لمصالحها وليس خدمة لشعوب المنطقة كلها. وهذا بدنا نفهمه بشكل هام للغاية. يعني ما بتعرف الولايات المتحدة الأمريكية بالمجازر والمصائب اللي حصلت في عفرين من عام 2018، وانه هاي الكتائب كلياتها بالاجرام والقتل اللي عملته والاغتصاب اللي حصلت في المناطق اللي احتلها الكتائب التابعه لتركيا، قالت عنها فيها الولايات المتحده الامريكيه، اللي عندها مخابرات مخترقه العالم كلياته، كبير وصغير حتى على المستوى الفردي. بيعرفوا كل شيء وبيعملوا بكل شيء وبيحضروا كل شيء، وما بيستخدموا ولا شيء الا في حال انه احتاجوها لحتى يطبقوا مصالحهم في المنطقة كلياتها. وهذا أمر هام للغاية. يعني يسألني سائل من الأخوة الدروز دائما، لك يا أخي هذول قتلونا وعندنا أدلة وعندنا كذا، وهذول عملوا إجرام وكذا، وين المجتمع الدولي؟ وين المنظمات الدولية؟ وين الكذا؟ وين ما بعرف إيش؟ هذا كلياته عزيزي لا يسوى شيء نهائيا. ومهما عملوا فيك مجازر ومهما عملوا فيك من انتهاكات نهائيا، لكن الدول ممكن تستخدم ملفك انت الانساني اللي حصل في حال احتاجوها ضد احمد الشرع يوم من الايام لتطبيق مشروع ان خرج عليهم احمد الشرع. هذا نقطة هامة للغاية بدنا نعرفها. طيب احمد الشرع مثل ما بنعرف نحن جاءوا به لتطبيق مشروع داخل الاراضي السورية، وهذا المشروع حكينا عنه بسنوات طويلة جدا وخلال الشهور اللي فاتت كلياتها، ووصلنا إلى نقطة أنه الآن فات عام تقريبا، يشارف أنه يقترب العام على مجيئه للسلطة. تأخر في المشاريع اللي كان يجب أنه يقوم بها. طبعا هو هون يعني نوعا ما معذور أيضا، يعني الدول العالمية بتنظر بالنظرة هاي أنه هو معذور. كل اللي حواليه بيفرقوا أنها كتائب جهادية وكتائب إسلامية، وما استطاع أنه يضبط الإيقاع ما بين كل الكتائب اللي موجودة، وما استطاع القضاء على الكتائب السلوكية اللي موجودة ما عنده، ولا حتى الجهاديين الإسلاميين اللي جاءوا من الخارج عابرين الحدود إلى صفوفه اللي موجود فيها. فهنا شفنا أنه الفرنسيين بيشددوا بشكل كبير عليه بأنه يقاتل الفرنسيين الجهاديين اللي موجودين عنده، وهذا أول الأدلة اللي طفحت على السطح قبل فترة قليلة جدا. طيب شو هي زيارته الآن إلى واشنطن؟
طبعا راح يطلع السلكي الجحش ابو راس مربع وراح يقول لك شوف الرئيس تبعنا ايش قد عبقري، قادر انه يجمع بين موسكو وراح على موسكو وعمل مصالح، ولا رايح على امريكا وراح يرفعوا عنا على العقوبات وعمل مصالح، لانه غبي لا يفقه بالسياسه نهائيا وكذا. وهي هو مهمته فقط التصفيق. هؤلاء قوم تعودوا على التصفيق، وكلما اشتاد التصفيق عندهم وكذا وهي يحسون بالراحه النفسيه بشكل كبير. فيعني عنده الرئيس حاليا هيك بيظنوا. طبعا هاي الشعوب بالاساس هي تركيبتها هيك، يعني مين ما اجى بده يصفق له. يعني كان بشار الاسد صفق له كذا وهي تغيروا بالشكل واصبح المعارضه مع نظام والنظام اصبح الان معارضه. وفي كثير من الجماعة اللي كانوا بيصفقوا للنظام السابق اصبحوا يصفقون لاحمد الشرع حاليا. فشعب مصفق مطبل مزمر ولا دريان وين الله حاطه. خلينا نحكي هيك بالشكل العام بالعاميه. واذا جاء بيقول لك الرئيس بيعلمنا على التقشف، وإذا عطشوا بيقول لك الرئيس بيعلمنا على الصيام، وإذا ما في كهرباء وغلى عليه الأسعار بيقول لك أحسن لأنه بدنا نرجع لآبائنا وأجدادنا اللي كانوا على الفانوس وعلى الفتيلة في الوقت القديم. وشو ما عمل معاهم الرئيس يظل هو الرئيس الأفهم والفاهم كل شيء وكلياتنا معاه. والمهم نصفق له. هذا هو المفهوم العقلي اللي ماشيين فيه هؤلاء القطيع الأهبل اللي موجود واللي عددهم بمئات الآلاف الموجود في سوريا. طبعا في كثير من الجماعات الثانية اللي حتى هم من العرب السنة اللي ما رضيانين فيه بالأكيد، يعني أكيد بس أصواتهم خافتة جدا. وهدول بالأساس علمهم النظام السابق على الخنوع. هذا أمر مهم جدا. يعني بنشوف احنا الصوفية اللي موجودة في دمشق وكذا وهي كله رضيان على أحمد الشرع، والممارسات اللي عم تحصل في الجوامع الصوفية قبل أيام. شفنا المنكب مبر الكبير باعتباره هو الصوفي الأكبر لكل الشباب اللي موجودين، وكان يروج للصوفية خلال السنوات اللي فاتت بشكل كبير. وكان عامل المنبر تبعه بعد ما يحكي بالسياسة منبر دعوي صوفي. وعنده هذاك الثاني شو كان اسمه، هذا الأجدب اللي استلم الائتلاف، هذا الشيخ الأجدب تبع الجامع الأموي اللي بيطبل له دائما، معاذ الخطيب. نعم، الشيخ الصوفية اللي كان بيزمر له بيطبل له فترة ثانية. فكان صار له فترة يومين وثلاثة هلا مزعوج على الصوفية و ويتحدث عنهم بشكل انه ليش بتهجموا عليهم، ليش كذا والخلافات. وقلب على احمد الشرع لانه اتباعه او خلينا نقول جماعة الصوفيين تاثروا الان لانه احمد الشرع يعني حيد الصوفية بشكل كامل. فطبعا احنا بدنا نقدر نقول ثلاث ارباع الشعب السني العربي السني هو صوفي حقيقة. الربع الآخر هو جحش بصراحة بقول لكم إياه. ليش جحش؟ لأنه قسم منه تابع لتركيا السلكي، والقسم الآخر دخل بالسلفية الجهادية. المهم بالنسبة له انه يكون هو تابع، وهذا هو يكون متعود على حياته. مين ما اجى حكم، مين ما اجى كذا، وهذا بده يمشي وراه. هذا الربع الجحش حقيقة بدنا نقول عليه. وهذا الربع اللي دائما هو بيصفق لمين ما اجى. وانا بدي اقدم المادة الفكرية اليوم بشكل مثل ما بيقولوا فكاهي. أنا بدي أقدم المادة الفكرية اللي بقدمها بالعادة، أنا جدي أكثر من هيك بالأمور السياسية والفكرية، لكن بدي أقدمها بالأسلوب الفكاهي. لأنه فعلا يعني أصبح الموضوع في سوريا فكاهي أكثر من ما هو يكون موضوع سياسي جدا. لأنه بتشوف الفكر الرخيص اللي موجود عند الناس اللي بينتشر بكل سهولة. حتى لو هنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتشوفوها البضاعات أو البسطات اللي بتنفتح واللايفات اللي بتنفتح كله حاطط بسطة سياسة صيني وعامل لي اياها وكذا وجامع لي أربعة خمسة ويتم النقاش وكذا، وهذا وكله بمواضيع لا أنزل الله بها من سلطان ولا قريبة من الواقع ولا نهائيا. وهي فقط مسألة إلهاء الشعوب اللي موجودة. وكمان بيشتكي ويبكي ليش اللايف تبعي ما بيرتفع. هذا طبعا ينعكس على صورة الواقع اللي موجودة على الأرض حقيقة. فكل شيء بتشوفوه صورة الواقع اللي موجودة على الأرض بتنعكس صورته حتى على المنصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة. فبتلاقي انت البسطات الكردية كتير، كمان بسطات كردية كل واحد حاط له بسطة وبيطلب من الناس يكبسوا ويشيروا وكذا. وهذا الكلام اللي بيصيروا فيه 50 60 70، يعني حتى كحد اقصى ممكن يكون 150 180 كحد اقصى موجود عنده، عم بيعرض فيها بضاعة صيني وجاي لك اربع خمس تجار اللي متفقين مع بعض وعم بيعرضوا بضاعتهم. والتاجر اللي جاره وكذا وهي واللي واقف على البسطة معاه بيأيدوا بالكلام تبعيته. وبتلاقي اثنين ثلاثة مطبلين مزمرين حمير اللي بيتعلقوا بالتحت، والباقي كلياته وعم يتفرج على هدول وعم بيفكر شو عم بيحكوا. حقيقة هيك صاير فينا بكل البسطات السياسية اللي موجودة اللي هي بتعكس الواقع. طبعا هنا بدي أتكلم
كلام هام للغاية، أنه النخبة الناخبة من العقول المفكرة ما بتدخل لعند هدول، شيء طبيعي جدا. وأنا هلا بدي عندي 1200 واحد، أنا أقدر أعتبر على الأقل فيهم منهم 1000 واحد من النخبة الناخبة العقول الراقية جدا. إذا سألت عم تدخل على البسطات اللي بتنفتح رح يقول لي لا. ليش؟ لأنه تأثر وميز ما بين الخطاب اللي عم يتقدم في كل المنصات الموجودة. ولسه في كتير من الناس اللي راح تتغير مع الوقت، هذا أمر طبيعي أيضا، راح تتغير مع الوقت، أمر طبيعي. فأخواننا الدروز طبعا هذا ينطبق الكلام تماما عليكم مثل ما ينطبق علينا تماما. البسطات اللي بتنفتحت، يعني كان في لايف اسمه عند الأخ خالد وكان كبير وكل الأخوة الدروز بالمحنة كانوا موجودين هنا، فكل واحد حب يفتح دكان فراح فتح بسطة أيضا. فبتلاقي البسطات الدرزية كمان مشابهة جدا للبسطات الكردية اللي مفتوحة في المنصات هاي كلياتها. وهذا أمر طبعا أيضا مضحك و يعني مثير للسخرية حقيقة بقول لكم إياه. لكن لسه نحن أفضل من هؤلاء السوريين الثانيين اللي عايشين بوهم إنه الدولة والرئيس واللي هو راح يسيطر على السويداء وراح يسيطر على الساحل وراح يسيطر على شرق الفرات ويعيد سوريا كلها أموية عربية كما يعني يحلمون ويتخيلون بهذا المنطق، وبعيدين عن الواقع كل البعد، ولا بيعرفوا فيها لا مشاريع دولية قادمة ولا أنه أحمد الشرع هذا نفسه يا عالم يا ناس، هذا هو أكبر عميل أتى في الغرب إلى سوريا اللي أنتم صار لكم 70 و80 سنة اللي تحاربوا الاستعمار وكنتوا كتب القومية وكتب الثقافة وكتب التاريخ اللي بتتحدثوا فيه عن الاستعمار وأهداف الاستعمار وأهداف الصهيونية وأهداف ما بعرف إيش وأهداف الشنقليشية والعولمة والكذا والكلام هذا اللي صرعونا فيه خلال 70 سنة اللي فاتت. ما هلا أنتم صرتوا الطنابر اللي جابوا لكم الطنبر الأكبر اللي اسمه أحمد الشرع لحتى يقدم المشاريع اللي موجودة وبرضاكم أنتم عليها. فزيارة أحمد الشرع إلى واشنطن مثل ما بدي أكشف لكم إياه نوعا ما، بس ما راح أحكي فيها بشكل معمق كتير لحتى تقترب وقت الزيارة. طبعا كل التصريحات اللي بتشوفوها الأمريكية هي دائما تصريحات بعيدة عن الواقع بشكل كبير. وحقيقة اللي بيراقب التصريحات الأمريكية منذ عام 1970 إلى الآن ما إلها علاقة نهائيا بالتصرفات الأمريكية الموجودة في العالم كلياته. فيخرج علينا ترامب ويقول أن الرئيس أحمد الشرع رائع ورائع جدا وأنه ذكي، بس مو هذاك الذكي طلع معي، هذا ذكي غيره. إيه، وبيقول لك الرئيس قد يأتي للبيت الأبيض ويعمل بشكل جد. ترامب الرئيس السوري قد يأتي للبيت الأبيض وهو يعمل بجد. ترامب رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد. هو سمع، ما شاف بس سمع من اللي حواليه، وهذا بس فقط فرصة لا يعطوا أحمد الشرع تنفس انه يستمر نوعا ما لحتى يراقبوه كم شهر انه هل يا ترى يستطيع الايفاء بالوعود التي وعد بها قبل ان يستلم الحكم ولا ما يستطيع ان يوفي بها بالحكم. فهنا مو معناه انه بدهم يعوموا احمد الشرع. تتذكروا قصة تعويم بشار الأسد قبل سنوات، ولما كنت بطلع بقول لكم لا يغركم الكلام، ورحتوا على الجامعة العربية ورحتوا على الرياض وكذا ومجيء وزير الخارجية السعودي إلى دمشق ولا كل هذا الكلام كلياته، هذا كله ترى للاستهلاك الإعلامي، وهذا ما له علاقة بالواقع السياسي اللي راح يتم بالمنطقة كلياتها. وعندما أصبح أنه بشار الأسد يتفاوض مع الأتراك والإيرانيين والروس لفتح المعابر الاقتصادية مع تركيا، قلت لكم اجت نهاية بشار الأسد، وامبارح عرضنا التسجيل أيضا نفس الوقت. فما بيغركم هذا الحرب الخاصة اللي بتتم والحرب الإعلامية على أنه يعني أحمد الشرع سيتم تعويمه في سوريا وهو راح يكون المهدي المنتظر والمخلص لسوريا كما يدعي السوريين طبعا الأغبياء أصحاب الرؤوس المربعة اللي لساتهم عايشين من 1400 سنة، وبيفكر لك انه الدولة الأموية راح ترجع مرة ثانية. طيب ليش الدولة الأموية اللي حكمت 91 سنة فقط؟ ليش مو الدولة العباسية اللي حكمت 460 سنة؟ طيب مين هو أمية؟ ما هو ايه مين هو أمية؟ ما هو أمية أساسا أخو هاشم. أمية هو ابن عبد شمس أخو هاشم، وهم أساسا أخوة واولاد عمومه. فليش انتم بدكم الدوله الامويه مو الدوله العباسيه؟ سؤال هذا اللي يطرح نفسه من الغباء. ما تجد اي عربي يستطيع الان الخروج ويفسر لك هذا الكلام. ليش يا اخي بني اميه؟ ليش مو بني العباس؟ ما هو البني العباس
هم أبناء هاشم، وأبناء هاشم وبني أمية هم أبناء عبد شمس، وعبد شمس هو أخو هاشم هو نفسه. فليش أنت يعني هلا أنت تعتبر حالك أحفاد بني أمية، ما تعتبر حالك مثلا أحفاد بني العباس؟ مثال هذا. شوف الجحشنة والتفكير السياسي الضئيل والآفاق البعيدة جدا، وتشدق بأشياء ما لها أي أساس وما أنزل الله بها من سلطان. هذا التفكير الغبي تبعهم. فبيظنوا أنه أحمد الشرع اللي هو أساسا ما حدا بيعرف هو منين وابن مين وحفيد لمن، وجاء وزرعته المخابرات البريطانية ما بين الحركات الجهادية، وأرسلته إلى السجن في العراق ليتعلم على أيدي الشيوخ اللي كانوا معتقلين في السجون العراقية الدورات الشرعية هناك، ويتخرج منها كشيخ إلهم، وبعدين يصير قائد من قادة، التنظيم الجهادي في العالم. وهي أول مرة بقول هذا الكلام. شوفوا، تم تجنيد أحمد الشرع وهو صغير بالأساس، ودخلوه السجن. ليش يدخلوه السجن؟ لحتى يحتك بالشيوخ الكبار اللي موجودين ومعتقلين في السجون العراقية، ويتعلم منهم الفقه الإسلامي والفكر الجهادي وكذا وهاي، ويدرب فيه، وبعدين يطلقوهم هؤلاء وياخذوا أساسا صكوك الغفران من السجون. يعني شوف، تطلع توصيات من الشيخ السلفي الموجود في السجون، وهي عملية مخابراتية معقدة جدا. شلون بدي أشرح لكم إياها؟ راح أشرح لكم إياها بطريقة مبسطة جدا. عندما يتم تجنيد أي شخص صغير في المخابرات، لازم يرسلوه لحتى يتدرب. طبعا لأن هدول ما عندهم خبرة بالتدريب بشكل كبير، فأفضل طريقة أنك أنت تدرب هذا الشخص وتطلعه جهادي محترف. والشيخ شلون؟ ترسله إلى السجن يحتك بقادة التنظيمات الإرهابية اللي موجودة، ويتعلم على إيدهم أصول الفقه، ويتعلم على إيدهم أساليب الجهاد. فهمتوا؟ فبيضل معاهم وكذا وهاي. بعدين الشيوخ هذول بيكون لهم طبعا نفسهم أيضا طرق إلى الخارج كمراسلات مع التنظيم تبعهم وكذا، فبيعطوا صكوك لهذا الشخص بأنه هذا الشخص كان معنا بالسجن، وهذا تعلم، وهذا كويس، وهذا معنا، وهذا جهادي وكذا فيخرج هذا الشخص فيستلم مناصب بالتنظيمات الجهادية اللي موجودة، وهي عملية مخابراتية معقدة جدا ما بدي أحكي عنها بشكل كبير لأنه أساسا فيها خطورة بالحديث عن هذه المواضيع. فأحمد الشرع أساسا هو كان تلميذ في السجون العراقية اللي موجودة للشيوخ الجهادية اللي كانوا بالأساس معتقلين، وخرج بعدها وتم إرساله. كان اليد اليمنى لأبو بكر البغدادي، بس من قبلها كان شاكك فيه أبو مصعب الزرقاوي في العراق. أبو مصعب الزرقاوي كان شاكك فيه وما تقبلوا أبدا وما قربوا منه نهائيا. ولما قتل أبو مصعب الزرقاوي أخذ هو دور أكثر، لأنه أبو مصعب الزرقاوي ما هضموا وما قبلوا. هذا بيعرف هاي المعلومات ولا هذا بيعرف هاي معلومات مخابراتية؟ ما قبلوا أبو مصعب الزرقاوي نهائيا، وما استصاغوا، وشافوا مرة واحدة وقلعوا وقتها. وحتى بالعراقي قال شنو هذا العجي جايبين لنا إياه. ما قبل حتى بالتوصيات اللي خرجت من الشيوخ في السجن انه الجولاني كويس والجولاني تدرب وكذا. فإلى أن قتل في 2003 أبو مصعب الزرقاوي، ظهر نجم أحمد الشرع اللي هو أبو محمد الجولاني بين صفوف الدرجة الثانية والثالثة من التنظيم، إلى أن قام أبو بغل البغدادي بإرساله إلى الشام وقتها، وكانت الثورة السورية في بدايتها في 2011. قال له أنت روح لهونيك وأعمل التنظيم الموجود هونيك وكذا، وإحنا رح نعمل في العراق. قبلها لسه ما كان طالع تنظيم داعش بشكل نهائي. طبعا هون جاء أبو محمد الجولاني إلى سوريا، وبدأ يعمل على إنشاء تنظيم جبهة النصرة، وبايع طبعا أبو بكر البغدادي، وبنفس الوقت كان مبايع أيمن الظواهري، وتم مده ومساعدته من العراق من أبو بكر البغدادي، ومن تنظيم القاعدة في باكستان أيمن الظواهري. فتم مد أبو محمد الجولاني
بالمقاتلين الأجانب والمساعدات بشكل كبير، إلى أن أبو بكر البغدادي استولى على الموصل. عندما استولى على الموصل أصبح لديه سلاح وعتاد، وأيضا انضم له العرب السنة اللي موجودين في العراق بأعداد كبيرة جدا، فما بقى يحتاج أيمن الظواهري، فخرج وشق عصا الطاعة عليه ونقض البيعة تبعيته، وجاء إلى سوريا وطلب من أبو محمد الجولاني إنه أنا بعتك على سوريا وكذا وهاي، فتنظيمك أنت بدك تحله وبدك تنضم لداعش وكذا وهاي. هلا هون بيناتهم الصراع ليس صراع فكري، هو صراع سياسي على السلطة، يعني كل واحد منهم بده يكون هو القائد. فجاءت التعليمات من المخابرات البريطانية إنه يا أبو محمد الجولاني أنت بعد عن أبو بكر، لأنه إذا صرت معه وكذا وهاي بدنا نحرق الأخضر واليابس وبدك تروح بين الرجلين أنت كمان، فخذ أنت طرف إنه أنت أكثر يعني هيك لطافة من الدواعش نفسهم، لا تعمل نفس الجرائم، اعملها بشكل آخر أبسط كذا وهاي. فهو أخذ خط مختلف تماما، وأخذ على أساس أنه هو الخط السوري، ما أنه الخط مثل العابر للحدود وللدول ولا يعمل هاي. وانشق على أبو بكر البغدادي ونقض بيعته لأبو بكر البغدادي وعمل التنظيم بشكل مستقل، وحتى حاربوا أبو بكر البغدادي كتير. طبعا أكثر من حارب الجيش الحر اللي كان موجود وكذا وهاي هو أبو محمد الجولاني، قتل الآلاف منهم وسلم مناطق عديدة جدا، وكشف ظهورهم بالنسبة للنظام وسلم المناطق هذيك للنظام، وبيعرفوها العرب اللي موجودين الآن أصحاب الرؤوس المربعة اللي بيصفقوا له، بيعرفوا هذا الكلام 100%، وبيعرفوا أعداد الهائلة اللي تم قتلهم على يد أبو محمد الجولاني بوقتها من الجيش الحر، وكيف تم تسليم مناطق عديدة للنظام وقتها وللإيرانيين من دون ما يعرفوا ليش. حتى كانت تجي أوامر محمد الجولاني سلم هون وسلم هونيك واطلع من هون واطلع من هيك، وكان ينفذ الخطط كلها. إذا بالنسبة لأبو محمد الجولاني بدنا نرجع بأنه هو جاء لتنفيذ مشروع، وهذا المشروع اللي بده يكمله الآن. وذهابه إلى واشنطن الآن هو أنه تعال لهون، انه ايش صار لك، بدنا نرفع عنك العقوبات، ما في مشكله شوي نرفع عنك العقوبات لحتى تقدر تتنفس وتستمر، لانه اذا ما في مصاري ما راح تستمر، وهذا صعب. وكمان بنفس الوقت واشنطن تاخرت بشكل كبير جدا لان عندها اساسا شكوك عليه. كيف شكوك عليه؟ مو شكوك على شخصيته انه هو عميل ولا مو عميل، شكوك بمدى قدرته على النجاح ولا لا. فلذلك ما راحت بخطوات سريعه جدا برفع العقوبات عليه بشكل سريع، لا، فضلت تتراقب وتشوف سلوكه الى اين سوف يذهب، يعني نوعا ما. من الواضح أن واشنطن والدول الغربية أنه شافت أنه هو ليس له سيطرة بشكل كبير على التنظيمات اللي موجودة والكتائب اللي موجودة، خصوصا بعد أحداث الساحل اللي حصلت وأحداث السويداء اللي حصلت أيضا، وقبلها أيضا لما كان بدايتها لما هجموا على منبج وهجموا على 6 تشرين وعلى قوات سوريا الديمقراطية وقتها، ما كان هذاك الجيش متوحد، وكان ما بينحسب عليه هو بشكل كبير، لأنه الكتائب، لأنه كان الجيش السوري حسب ما يسموه كان لساته جديد عم يتشكل وكذا، وهي كان الاوامر معروفه انه مو من عنده، فهو كان رفع ايده بيقول لك الاوامر مو من عندي، هاي من عند الاتراك، وهي من مكان اخر، فانا ما لي سيطره عليها وكذا. فكان الموضوع متعلق دوليا ما بين الاتراك والامريكان، الى ما اقنعوا الامريكان الاتراك بوقف الحرب اللي حصلت، طبعا بعد ما اكلوا ضرب على راسهم الى ما شبعوا في 6 تشرين صراحه. إذا الزيارة اللي راح يروح فيها أحمد الشرع للولايات المتحدة الأمريكية هي فعلا لتوقيع إنه أنت يا أحمد الشرع بدك تحارب الإرهاب ولا ما بدك تحارب الإرهاب؟ إذا ما بدك تحارب الإرهاب أخي اتكل على الله مثل ما بيقولوا بالعامية، ونشوف واحد غيرك وكذا ونسلم بلم بطريقة جميلة. بدك تشتغل تعال تفضل وكذا وهاي، وبدك تتحمل النتائج مع قوات سوريا الديمقراطية في حلف واحد لمحاربة الإرهاب اللي موجود في سوريا بشكل كامل. أنا على المستوى الشخصي أعتقد أنه أحمد الشرع ما راح يقدر يكمل ولا راح يقدر ينجح بالمشروع اللي مرسوم له بتاتا. فالخطة ب راح تفعل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية اللي موجودة. الخطة ب يعني تقسيم سوريا صراحة بقول لكم إياها، لأنه أعطى الفرصة لأحمد الشرع أنه ينجح نوعا ما لحتى يبطئ مشاريع التقسيم اللي موجودة داخل سوريا إلى أن تنضج المشاريع الأخرى على المستوى الإقليمي كلياته، وبعدين هي تصير بوقت مرادفة كلها لبعضها. فإذا لم يستطع أحمد الشرع تبطيء، هنا مو وقف التقسيم، لا، تبطيء رتم التقسيم اللي رايح جاي على سوريا، لا محالة ستقوم القوى الغربية بتقسيم سوريا فعليا. وبدأت الآن روسيا
بالعمل في الساحل السوري بشكل كبير، وأنا بعتقد أنه إخواننا في الساحل بعضهم موجودين وبيعرفوا ويتواصلوا مع أهاليهم أنه بدأت القوات الروسية بإنشاء قواعد الآن جديدة وعودة إلى قواعدها القديمة بشكل كامل، وبدأ انسحاب أساسا جماعات التابعة لأحمد الشرع بشكل بطيء. نعم أكيد، ولكن في تحركات معتمدة على أساسا القوى الروسية. بدي أقول لكم إياه هنا أنه روسيا بالأساس حركتها بطيئة جدا. ليش حركتها بطيئة؟ لأنه هي منهكة في الحرب الأوكرانية والحرب الإفريقية في وسط أفريقيا الموجودة، فاستلامها جبهات بشكل كبير في سوريا وكذا ما بالسهولة هاي، وبناء قواعدها وإعادة انتشارها رح يستغرق شوية وقت لحتى تكمل قواتها اللي موجودة. احنا شفنا انه في ايضا اخبار الان بانه اعادة قوات فاغنر الى سوريا، يعني ما راح يعيدوا قوات فاغنر اللي موجودة في وسط افريقيا الى روسيا، لانه استبدل قوات فاغنر بالحرب الاوكرانية بوتين مع القوات الشيشانية اللي دخلت بدل قوات فاغنر. ويعني الثقة بقوات فاغنر اصبحت يعني نوعا ما بوتين ما يثق فيها بشكل كبير، خصوصا بعد الاحداث اللي حصلت وحولها كلياتهم الى وسط افريقيا. طبعا كانوا حراس مناجم الذهب وحصلوا على اموال كبيره جدا قوات واغنر من مناجم الذهب في نيجر ومالي والدول هاي كلياتها. الان يتم اعادتهم عن طريق الطيارات الروسيه بشكل كبير الى الساحل، وعم نشوف انه القواعد عم تنشر، النقاط الروسيه عم تنوضع، ويبين انه منطقه نفوذ روسيه، وهذا باتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه. طيب بدنا نرجع على اتفاقية الصين شنغهاي في 2014 ما بين أوباما وبوتين وقتها، ولما تم تقسيم الأراضي السورية إلى مناطق نفوذ أمريكية ومناطق نفوذ روسية. شرق الفرات مناطق نفوذ أمريكية، غرب الفرات كان كله مناطق نفوذ روسية، كانت تمتد إلى عفرين، إلى الشام، إلى درعا، وكنا نشوف القوات الروسية دائما حتى في درعا، وبآخر سنوات أيضا حتى على الحدود الإسرائيلية اللي كانت هي قوات فصل اللي موجودة ما بين هاي كل المناطق. هل تغيرت خارطة النفوذ الأمريكي الروسي؟ شو رأيكم أنتم؟ يعني منطقة غرب الفرات كلها كانت بالنسبة. طيب بدنا نرجع مرة تانية لآخر لقاء حصل ما بين الأمريكيين والروس. وين كان؟ بدنا نرجع على آخر لقاء. آخر لقاء حصل في سيبيريا، اللي قالوا مشان الحرب الأوكرانية. شو اللي حصل بالحرب الأوكرانية بعدها؟ تغير شيء في ألاسكا؟ ألاسكا عفوا، مو سيبيريا، هي القريبة من سيبيريا. شو اللي تغير بالنسبة للأوكران؟ طيب مين الشخص الوحيد اللي خرج لكم قال لكم أنه هاي قمة ألاسكا ما إلها علاقة نهائيا في أوكرانيا، ولا الكلام اللي بيقولوه بدنا نلتقي، بدنا نشوف ترامب، بده يجي زيلينسكي، بده يجي بطيخ؟ أنا الوحيد اللي قلت لكم إياها، هاي ما لها علاقة نهائيا. هي عبارة عن توزيع خرائط النفوذ في العالم مرة تانية، وبالأخص سوريا ومنطقة الشرق الأوسط. هذا اللقاء اللي حصل، صح ولا لا؟ بوقتها قلت لكم أنه من عام 2014، يعني مضى 10 سنوات، يحتاج إلى لقاء جديد ليحدد خطوط التماس ما بين القوات الروسية والقوات الأمريكية، ورسمت الخطوط تماما بالنسبة لسوريا. أول شيء على روسيا الخروج من أرمينيا، اتفقوا على هذا. بالمقابل أنه ما بيمد خط بترول من دول اللي بتتحدث لغة تركية السبعة، اللي هي نسميها دول قفقازية العليا، اللي بتتحدث باللغة التركية، تمتد إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. والروس يعني كانوا متواجدين في أرمينيا بالأساس لمنع هذا الخط، كانوا متواجدين في أرمينيا وأذربيجان ولمنع هذا الخط اللي بيطلع حسب المصالح اللي بدها إياه موسكو. بالمقابل تم توزيع خارطة سوريا ما بين الطرفين، انه انت يا روس سقط النظام وخلاص واحنا تغلبنا عليك بهذا الموضوع، فانت لك الساحل. انت شو بدك بسوريا كلياتها؟ الروسي شو بيهمك؟ بيهمه الساحل، بيهمه ميناء طرطوس وقاعدة الحميميم وقواعده الموجود في وسط افريقيا. نحن في وسط افريقيا ما راح نقرب عليك،
حاليا مجمد هذا الموضوع. بس انت ما لك علاقة بالخريطة السورية الثانية، لا جنوب سوريا اللي كنت انت متوزع فيه بأيام النظام، ولا شمال سوريا اللي كنت قواعدك كلياتها في حلب وحواليها والمناطق هاي، ولا في وسط سوريا اللي كانت القواعد الروسية تمتد حتى شرق الفرات في بادية تدمر. فهمتوا؟ فأصبحت هاي المناطق كلها الآن نفوذ أمريكي حسب الاتفاقيات اللي موجودة. طبعا هون الأتراك حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى الأتراك محسوبين على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتقدر تحركها كما تشاء، والتحالف الدولي. فهمتوا؟ الجنوب السوري أعطوه لإسرائيل، الجنوب السوري والتصرف فيه وكذا وهاي أعطوه لإسرائيل، وهي منطقة نفوذ بالنسبة للإسرائيليين تسرح وتمرح فيها كما تشاء، تسرح فيها إسرائيل كما تشاء. وهاي كمان الإسرائيلي يعني منطقة نفوذ أمريكي. هلا الروس بدهم يرجعوا يبنوا المنطقة تبعيتهم، يعني القواعد العسكرية تبعيتهم، الأمور تبعيتهم، الميناء، الكذا، القوات، الإقليم، الكله بده يتظبط الأمور هاي كلياتها، بده يظبط الأمور هاي كلياتها. المناطق الثانية شرق الفرات هو منطقة نفوذ أمريكي، ووسعت قواعدها وعم تبني قواعد وعم تمتد لغرب الفرات. الولايات المتحدة الأمريكية دليل على كلامي طبعا، إمتى بلشت الولايات المتحدة الأمريكية بناء قواعد في غرب الفرات من الجهة المقابلة، سواء بادية تدمر، مطار ضمير، والمناطق الثانية اللي عم ترسم ما بدي أكشف عنها، إنه بده تصير قواعد أمريكية. متى بدأت هاي؟ بعد لقاء ترامب مع بوتين في ألاسكا. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ احنا بدنا نرجع على النظرة التاريخية لنثبت هذا الكلام صحيح ولا لا. متى بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول على مناطق تبعية الغرب الفرات اللي هي أساسا مناطق نفوذ روسي سابقا؟ مثل ما قلنا لكم، كل من يظن انه احمد الشرع رايح للولايات المتحده واشنطن راح يتعلم فيها، والله سوريا راح تصير جنه خضراء، وهي ما بسبب عبقريه احمد الشرع، بيكون هو بسبب تفكيره هذا، بسبب جحشنته هو. صراحه بقول لكم اياه، احمد الشرع ذهابه الى الولايات المتحده الامريكيه راح تحدد مصيره. نعم. هل سيبقى رئيس لسوريا ويكمل المشروع ام راح يستبدلوه؟ شلون؟ غريبه مو هاي؟ مفاجاه، مفاجأة كبيرة. نعم. ذهاب أحمد الشرع للولايات المتحدة الأمريكية، يا أما راح يعطوه فرصة أنه يكمل، وأنه هل هو قادر على تطبيق المشروع مع رفع بعض العقوبات عليه، أو راح يكون نهايته وتبديله بأي شكل من الأشكال اللي راح نشوفها في المستقبل القريب. أثناء زيارة أحمد الشرع راح أقول لكم بعدها أنه نظرتي أنا شو، هل يا ترى أحمد الشرع راح يكمل ويطبق المشروع اللي مطلوب منه، ويستطيع انه راح يحاول انه يعمل المشروع هذا، ام سوف يتم استبداله؟ وهذا النقطة المفصلية. هلا طبعا كل الرؤوس المربعة والمستطيلة واصحاب اللايفات راح يسرقوا هذه الفكرة وراح يتحدثوا فيها، مشان تعرفوا راح يتحدثوا بهاي الفكرة. نعم. ذهاب أحمد الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية واشنطن هي فقط لتقرير مصيره في المستقبل. هل سيستمر الفترة القادمة أيضا وقادر هو على تطبيق المشروع، أم راح يتم عزله بعد الزيارة هاي في سوريا، ومنه ممكن قشرة موزة، ممكن انقلاب عليه، انفجار، شو اللي بيصير ما بعرف طبعا هاي الأمور، لكن أنا بعطيكم النظرة السياسية على هذا الموضوع، إنه كيف بده يستمر أم لا يستمر. هذا أقدر بحدده أثناء زيارته، أثناء زيارته إلى هناك. راح أجي وأقول لكم راح يكمل، وكم لكم مدة اللي راح يكمل فيها، مش قد أعطوه وقت، أو راح أقول لكم ما راح يكمل، والله مبين إنه الزلمة راح يجي ويضب شناطي ويضبط الأمور ويترك سوريا لمرحلة القادمة. طيب هلا السؤال الذي يطرح نفسه، إذا ما كمل مين راح يكمل من بداله؟ إذا ما كمل مين راح يكمل من بداله؟ راح يكمل 5 سنوات؟ انت واهم كتير. 5 سنوات؟ إذا كمل 5 أشهر تعال لهون على اللايف وراح أكون موجود، وما بدي أحكي أكثر من هيك. إذا قرروا إنه خلص شغلك وفشلت وما زبط معاك المشروع،
ومانك قادر انك تقوم بواجباتك. اذا كمل بعدها 5 اشهر تعال قابلني، بالكثير 6 اشهر. على كل، بقيه الحديث راح نتابعه في وقت اخر باللغه العربيه على زياره احمد الشرع، وما بدي اكشف اكثر من هيك. كشفت لكم نقطه مهمه للغايه واحفظوها هاي كويس. زياره احمد الشرع الى واشنطن هي تحديد مصير احمد الشرع، اما راح يكمل يا اما راح يستغنون عن خدماته. وراح نشوف اثناء الزياره، راح اعطيكم كل المعلومات، ما بدي اعطيها هلا وبعطي احتمال هيك واحتمال هيك. بتعرفوني انا ما بحب الاحتمالات، انا بعطي شغله واحده بس. اللي بيعرفني يعني مو مثل هدول الثانيين، والله انا رايي السياسي اذا ما صار هيك بده يصير هيك، واذا صار هيك بده يصير هيك، واذا صار هيك بده يصير هيك. انا ما عندي هاي، انا ماني خريج المدرسه هاي. انا خريج المدرسه التي تعطي تحليل واحد فقط وما في غيره، وهو اللي راح يحصل نهائيا. فلذلك ما بدي حدا يستفيد من الماده اللي بقدمها ويروح يقدمها قبلي ويعمل حاله على اساس فهمان وفهلوي. وشايفين انتم الفهلويه كتير اللي بيسرقوا الافكار وبيتحدثوا فيها ليل نهار بكل مكان. فخلوها لوقتها راح يكون افضل.